والله اللي هتدعيلي بعد ما تجربيها وصفة قشر الرمان لبشرة ناصعة البياض بدون تجاعيد بدون خطوط بدون تصبغات. تفتيح البشرة 4 درجات وإزالة الخطوط العنيدة والتجاعيد كمان. هتديكي نضارة، هتديكي تفتيح، هتديكي إزالة فعالة لجميع الخطوط اللي ببشرتك. وصفة قشر الرمان يا بنات وصفة معجزة سريعة جدا في التفتيح وكمان في شد التجاعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. تعالي بقى حبيبة قلبي أقولك على الوصفة اللي هتديكي توريد وتفتيح وشد من أول استعمال. هتديكي تفتيح، هتشل الجلد الشيخوخة، كمان بتدي توريدة هايلة جدا للبشرة بحاجة أصلا إحنا بنرميها. هتفتحي بشرتك وهتخلي بشرتك ولا بنت 16 سنة. قبل ما أبدأ وصفتي، لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه يا ست الكل محتاجاها منك هو قشر الرمان. قشر الرمان ده كنز لبشرتك لانه هيورد البشره وهيشد التجاعيد وهيفتح جدا. من الحاجات كمان اللي فيها مضادات اكسده عاليه بتشد البشره، كمان من الحاجات اللي بتنظف البشره جدا من اي اوساخ متراكمه وبتدي توريده كمان للبشره. انا محتاجه قشر الرمان نغسله كويس. على فكره تقدري تستخدمي قشر الرمان المجفف لكن الطازج بيكون افضل. هتبداي ان انت بعد ما هتغسليه كويس قوي باي مقص او ممكن سكينه هتبداي تقطعيه لقطع صغيره، او ممكن تستسهلي على نفسك وتبداي ان انت تفرميه في اي مفرمه كده عندك وتبداي ان انت تستخدميه. انا هبدا ان انا اقصه لقطع صغيره بالشكل ده كده بالمقص، وهتشيلي الجزئيه البيضاء اللي بتكون فيه، يعني لما هتيجي تستخدميه هتاخدي الجزئيه اللي بره بس، ولو في جزئيه بيضه كده فيه هتبداي ان انت تشيليها قبل ما تقصيه بالمقص او تقطعيه بالسكينه. انا محتاجه قشره رمانه كامله. قشره رمانه كامله هنبدا نقطعها بالشكل ده. هقول لك على طريقه خطيره بقشر الرمان والنشا هتديكي توريد وتفتيح. عايزه اقول لك وصفه خطيره. هنبدا نقصهم كده كلهم حبيبه قلبي وبعدين هنبدا نستخدمهم. زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، قطعنا قشر الرمان، قشر رمانه كامله، وهنبدا بقى نحط عليها كوبايه كامله من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهتحطي عليها كمان علشان زياده التفتيح والشد محتاجين معلقتين صغيرين من الرز العادي خالص اللي احنا بنستخدمه في المطبخ، لكن الرز المصري. هبدا اخد معلقتين من الرز وهبدا ان انا اقلبهم على قشر الرمان وكمان معاهم الميه العاديه خالص. تقدري هنا بقى تحطي كمان يعني تزودي كميه الميه، تقللي منها وتحطي ميه ورد لو انت بتحبي ميه الورد، وكمان ميه الورد ممتازه جدا للبشره. يعني لو متوفر عندك ميه ورد ممكن تمزجي ما بين ميه الورد وما بين الميه العاديه مع الرز وكمان معاهم قشر الرمان. هبدا هنا بقى اخد قشر الرمان مع الرز وهبدا ارفعهم على النار يبداوا يغلوا على نار عاليه، وبعد كده هنبدا نوطي النار وهنسيبهم بقى يبدا قشر الرمانيه اللي معايا دي تبدا تستوي معايا خالص على نار هاديه جدا مع الرز. عايزه اقول لك وصفه خطيره هتديكي بياض ناصع وان شاء الله النتيجه فظيعه من اول يوم. هبدا ارفعهم على النار وهوريكي برضو شكلهم هيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، هنبدا ان احنا بقى طبعا بصوا قشر الرمان معايا اهو استوى تماما، وكمان هو والرز من غير ما الميه تنقص خالص بقى معايا ميه مركزه، وده اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين بوتكس طبيعي، محتاجين مبيض طبيعي بقشر الرمان. هبدا ان انا اصفي الميه لكن هخلي حوالي معلقه او معلقتين من الميه في القشر وكمان المكونات معايا، يعني مش هصفي الميه بشكل كامل، هسيب شويه منها كده بسيطه. وباقي الميه دي احنا محتاجينها في حاجه مهمه جدا جدا. لو انت عايز تحصلي على بشره خاليه من التجاعيد وتعملي لنفسك شد طبيعي لجميع التجاعيد اللي في بشرتك، تابعي معايا. هبدا ان انا اجيب عصير نص ليمونه، وزي ما بقول تاني قشر الليمون بديل للناس اللي بتتحسس من الحامض نفسه، وزي ما قلت لكم برضو ان الليمون ما بيعملش اي تحسس للبشره، لكن في بعض بشرات بتتحسس منه. انا محتاجه نص ليمونه، عصير نص ليمونه. هبدا ان انا اقلبها على ميه قشر الرمان وكمان الرز. عايزه اقولك هتديكي شد فظيع حتى لو تعديتي ال60 سنه من عمرك. هتديكي تغذيه، هتديكي ازاله للتجاعيد، هتخلي بشرتك منوره وفيها نضاره رهيبه. بعد كده حبيبه قلبي هبدا ان انا اضيف
المكون اللي بيمنع أكسدة البشرة اللي دايما بيحصل فيها أكسدة باستمرار، بتبقى منورة أول ما تصحي كده من النوم، وبعديها بساعة تبصي في المراية تحسي إن انتي بشرتك أكسدت كده وبقت غامقة وبقت صفرة. المكون ده بيمنع أكسدة البشرة، كمان من الحاجات اللي بتقشر البشرة من الجلد الميت. أنا محتاجة أدي 1 2 3 4 5. محتاجة في المية بتاعتي دي 5 حبات من القرنفل او المسمار، وزي ما هما كده من غير اي طحن. انا محتاجاهم زي ما هما علشان يدوني نتائج وكمان ما يعملوش معايا اي اثار جانبيه. هبدا ان انا اقلب 5 حبات القرنفل زي ما هما كده من غير ما نغليهم خالص، وكمان معاهم عصير الليمون. بعد كده حبيبه قلبي في مكون انا هضيفه معاكي، لو مش متوفر هقولك ليه بدايل، لكن انا بحب اضيفه جدا جدا في اي تونر لشد التجاعيد، وهو جل الالوفيرا او جل الصبار. انا محتاجه معلقه من جل الصبار، وبديله زيت اللوز او زيت الورد او زيت الليمون، اي نوع زيت مرطب ده لو انتي مش حابه او مش متوفر عندك جل صبار. وهبدا ان انا اقلب كويس جدا معلقه جل الالوفيرا، وبقى معايا الماء السحري بقى جاهز معايا، ومش محتاجين نحط فيه اي مكونات تانية. شايفين السهولة؟ وصفة على قد ما هي سهلة على قد ما هي هتديكي توريد وتبييض وشد للتجاعيد من اول ما هتستخدميها. هنا بقى علشان القرنفل حاطينه من غير غلي، لازم نبدأ ان احنا نسيبه منقوع في المية دي لمدة ساعتين. يعني بعد ما هتخلصي كل ده هتبدأي تغطيها وتسيبيها ساعتين، وبعدين تقدري تستخدمي التونر بتاعك، واقولك ازاي هتستخدميه. تعالي بقى اقولك هتعملي ايه في المكونات دي، لان دي مهمه جدا، ما ينفعش ان انت ترميها، لان احنا هنعمل بيها حاجه مهمه جدا جدا لتفتيح وبياض البشره من 3 ل 4 درجات بقشر الرمان والنشا. هبدا ان انا اخد المكونات معايا وهخلطها بالهاند بلندر او بالخلاط كويس جدا لحد ما قوامها معاكي يكون كريمي خالص. هخلطها بالهاند بلندر او بالخلاط، وهوريكي حبيبه قلبي شكلها يبقى عامل ازاي. بصي بقى يا ست الكل، شايفه جمال الكريم؟ ولا لما تفرديه على البشره احلى حاجه فيه ان هو هيشيلك كمان الشعر الوبري اللي موجود في وشك. لو عندك شعر وبري، عندك رؤوس سودا وبيضه، عندك جلد ميت، عايزه اقول لك برغم ان هو هيديكي تفتيح عالي جدا جدا، ان هو كمان هيقشر لك الجلد الميت وهيديكي تفتيح وتوريد كمان للبشره. وطبعا كميته كبيره، فتقدري تستخدميه لجميع اجزاء الجسم، سواء الوجه، الرقبه، المناطق الحساسه لو انت عندك اسمرار فيها وعايزه فيها شد، الركب والاكواع، اي مكان عايزه فيه تفتيح عميق. هنبدا هنا بقى نضيف عليه بسم الله كده معلقه، ادي 1 معلقه كبيره او معلقه صغيره هرميه من النشا او الكورن فلاور. حبيبه قلبي الغاليه، شيري الفيديو على قد ما تقدري، ربنا يسعد قلبك، وحطي لايك للفيديو، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. هبدا ان انا اقلب كويس جدا جدا النشا، ومش محتاجين نرفع الكريم ده على النار تماما، احنا محتاجين بقى ان احنا نضيف عليه معلقه من المرطب اللي مناسب لجميع انواع البشره، كمان هيديكي تفتيح هايل لانه من الحاجات اللي بتفتح البشره قوي. انا محتاجه حبيبه قلبي معلقه صغيره من الزبادي او الياغورت. طيب لو انا مش متوفر عندي زبادي، هبدا استبدله يا اما بمعلقه من الحليب البودر، يا اما معلقتين من الحليب السائل، ولو مفيش لا ده ولا ده ولا ده، بنبدا ان احنا نضيف معلقه من العسل الطبيعي. وهبدا ان انا اقلب الزبادي، لكن لو حطيتي الزبادي عايزه اقول لك هيبقى معاكي حكايه، لان انا لما جربت الطريقه دي جربتها وحطيت عليها زبادي فاداني ترطيب واداني تفتيح لبشرتي. هنبدا نقلب كويس قوي، وبقى معاكي كريم قشر الرمان الفظيع المضاد للتجاعيد والتصبغات. اخر حاجه بقى هنعملها علشان ندي ازاله كمان للتجاعيد، ونبدا ان احنا نغذي البشره قوي، وكمان ندي ماده حافظه للكريم ده علشان لو اتفضل منه يقعد معاكي لفتره طويله ما يفسدش معاكي عشان تستخدميه، وما تقعديش بقى تعملي نفس الخطوات التاني وتتعبي نفسك. انا محتاجه قشره ليمونه، ومحتاجه ان انا مبشره كده، وابدا ان انا ابشر قشره الليمونه بالشكل ده، بحيث ان انا اخد المبشور بتاعها واضيفه على الكريم. هيبقى غني فيتامين سي قوي جدا جدا لتفتيح البشره، وكمان هيديكي تنظيف، وهيبقى لك ماده حافظه لو انت عايزه تحتفظي بيه كريم القشر الرمان ده لفتره طويله. هبدا ان انا ابشر
قشر الليمون معايا بالشكل ده لحد ما احصل على معلقه كبيره من مبشور قشر الليمون، وممكن تستخدمي مبشور قشر البرتقال. وهبدا ان انا ابشرها كلها بالشكل ده، وهبدا ان انا اقلب. بقى معاكي كريم خطير خطير لتفتيح وشد البشره وازاله جميع التصبغات والشعر الوبري، وكمان ازاله الرؤوس السوداء والجلد الميت. عايزه اقول لك خطير، ومش محتاجين بقى فيه لا اي زيوت ولا اي مرطبات، لان احنا حاطين زبادي، والزبادي مرطب قوي. كمان حاطين قشر الرمان، وقشر الرمان من الحاجات المضاده للاكسده، وكمان من الحاجات اللي مرطبه للبشره جدا. اي علبه متوفره عندك وهتبداي تنقلي فيها كريم قشر الرمان بتاعي بالشكل ده، عشان تبداي ان انت تستخدميه للتفتيح وللصنفره ولازاله الشعر الوبري وازاله الرؤوس السوداء وشد البشره. شايفه الجمال؟ هيقعد معاكي فتره طويله، تقدري تحتفظي بيه وتستخدميه لبشرتك، وهقولك ازاي تستخدميه يا ست الكل. وعملتهولك كمان بالطريقه اللي تقدري تحتفظي بيه لفتره طويله من غير ما يفسد معاكي خالص. بقى معايا تونر رهيب لشد البشره المجعده اللي فيها تجاعيد السنين، وعملنا مع بعض كريم مضاد للتصبغات والتفتيح وتنظيف البشره وازاله الشعر الوبري، كله من قشر الرمان اللي احنا بنرميه. تعالي بقى اقولك يا ست الكل نستخدم الطريقتين دول ازاي وهنحتفظ بيهم ازاي. بس بالله عليكي لو ما حطيتيش لايك للفيديو حطي لايك للفيديو وصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. اول حاجه هنستخدمها هو كريم قشر الرمان الرهيب ده. هتبداي ان انت تيجي بقى على البشره وشوفي بقى الصنفره والجلد الميت اللي بيتشال معاكي والتفتيح. هتبداي ان انت تفرديه على الوجه كله، وكمان تبداي ان انت تفركي بيه الاول الوجه علشان يديكي صنفره ويديكي تنظيف في الاول قبل ما تفتحي. وهتبداي لان انت مش محتاجه تعملي تنظيف لبشرتك قبل ما تستخدمي الكريم للتفتيح، هو هيديكي تنظيف وهيديكي ترطيب وهيديكي تفتيح. هبدا ان انا ادهن الكريم معاكي بالشكل ده. بعد ما هنفرك بيه كويس قوي هنبدا ان احنا نفرد طبقه تانية من الكريم، يعني طبقه خارجيه وطبقه داخليه تخترق الجلد من جوه او تنظف الجلد من جوه. بعد كده هتبداي تسيبي كريم قشر الرمان بالشكل ده على البشره لحد ما ينشف خالص. هيقعد 25 دقيقه كامله في مكان يكون هاوي، ما يكونش مكان فيه حر او ممكن ان انت بشرتك تعرق فيه. عايزه اقولك بمجرد ما هتغسليه كده هتلاقي توريد، هتلاقي بشرتك بقت مورده، هتلاقي بشرتك افتحت قوي، هتلاقي كمان بشرتك بقت بتزيق من النظافه من اول ما هتشيليه من على وشك على طول. ده بالنسبه للكريم قشر الرمان. تعالي اقولك ازاي هتحتفظي بيه. علشان تحتفظي بالكريم ده لمده طويله بتحطيه في علبه زجاجيه، وبتبداي ان انت تقفليه كويس قوي او برطمان زجاجي وبتشيليه عندك في التلاجة. ولما بتيجي تستخدميه بتبداي تاخدي منه معلقه او معلقتين على قد استخدامك من العلبه، تكون معلقه ما فيهاش ميه ونظيفه، وتبداي تنقليها عندك في طبق او اي حاجه وتسيبيها لحد ما تبقى بدرجه حراره المطبخ، وبعدين بتبداي ان انت تفرزيه. كريم قشر الرمان ده هتبداي تستخدميه لعلاج تصبغات العنيده والسواد العنيد حتى لو كان زي الفحم. بتستخدميه بشكل يومي لمده 4 ايام، كل يوم هتحطيه على بشرتك. اتفرجي لو انت عندك سواد السنين وشك ما فيهوش ولا يعني كله سواد وكله بقع، عايزه اقول لك هيديكي بياض التلج وهيعالج لي جميع التصبغات. بالنسبه للتونر اللي احنا عملناه مع بعض ده، بتبداي حبيبه قلبي تجيبي اي بخاخ متوفر عندك، يعني اي بخاخ مش لازم بخاخ جديد، وبتبداي تغسليه كويس وتنشفيه كويس جدا من الميه، وبتبداي تنقلي فيه التونر الفظيع اللي هيديكي توريد دائم، شد للتجاعيد العنيده، كمان هيديكي شباب دائم لبشرتك. بتبداي تنقلي التونر بتاعك في البخاخ اللي متوفر عندك، بس اهم حاجه ان انت تصفيه الاول كويس قوي، تتاكدي كمان ان جل الالوفيرا دايب خالص، وابداي انقليه عندك في زجاجه. بعد كده هتيجي كل يوم قبل ما تنامي تبداي ان انت ترشي تونر قشر الرمان، وتبداي تسيبيه على بشرتك طول الليل، وتاني يوم اغسلي وشك عادي. هتبداي تستخدمي التونر ده مع الكريم، وشوفي بنفسك بياض بشرتك بعدها. اهم حاجه ان انت استخدمي الوصفات دي بالليل او بقى، يعني ما تخرجيش، يعني لو حطيتي الماسك لازم ساعتين وتخرجي. فالمفروض ان انت الافضل ان انت بعد ما تكوني مخلصه كل اللي وراكي تبداي ان انت تستخدمي الطريقتين دول. يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك قبل ما تخرجوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.